تخيل أنك تستيقظ قبل شروق الشمس، ليس لأنك تريد، بل لأن تجارتك قد تنهار في يوم واحد إن تأخرت. تفتح عينيك، تفكر مباشرة: هل سأربح اليوم أم سأفلس؟ في العصور الوسطى، أن تكون تاجرا ليس رفاهية، بل مخاطرة مستمرة. تحمل بضائعك: قماش، توابل، وربما ذهب، أشياء قد تقتلك إن عرف بها الشخص الخطأ. تخرج إلى السوق: ضجيج، صراخ، منافسون يحاولون خداعك، وزبائن يريدون أقل سعر بأي طريقة. كل كلمة تقولها قد تكسبك صفقة أو تخسرك كل شيء. لكن السوق ليس أخطر مكان. الطريق هو الجحيم الحقيقي. رحلة واحدة خارج المدينة، تعني لصوص، قطاع طرق، وربما لن تعود أبدا. تمشي مع قافلتك، عيونك في كل اتجاه، يدك قريبة من سلاحك، لأن الذهب يجذب الموت. وفجأة، حركة بين الأشجار. هل هم تجار مثلك؟ أم لصوص ينتظرون اللحظة المناسبة؟ القلب ينبض. القرار يجب أن يتخذ الآن. تهرب؟ تقاتل؟ أم تخاطر وتكمل؟ وحتى لو نجوت، هناك خطر آخر: الضرائب. حاكم واحد غاضب قد يأخذ نصف ما تملك أو كل شيء دون تفسير. وفي الليل، عندما تعود، تظن أنك بأمان، لكن عقلك لا يتوقف. هل بضاعتي ستسرق؟ هل شريكي خانني؟ هل غدا سيكون أفضل أم أسوأ؟ في هذا العالم، أنت لا تحارب بسيف، بل بالذكاء، بالكذب أحيانا، وبالجرأة دائما. لأن تاجر العصور الوسطى لا يعيش براحة، بل يعيش على حافة الخسارة كل يوم.